السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير يا رب. النهاردة بقى انا هعمل معاكم البسبوسة المكرملة. البسبوسة المكرملة اجمل واطعم من بتاعة المحلات. هتعملها في البيت، صدقيني هتبقى احلى واطعم من بتاعة المحلات واوفر واجمل. وزي ما انتم شايفين كده اللون والترميلة، كل حباية كده بحبتها، والبسبوسة معاكو حاجة فاخر من الآخر. روعة روعة روعة. شايفين اللون والنعومة والجمال، وحاجة كده مبسوسة حلوة كده وجميلة. ولو اتبعتي خطواتي صدقيني هتعمليها أحلى من بتاعت المحلات كمان. والطريقة بسيطة جدا، وهنبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هنا أنا معايا نص كيلو من دقيق السميد. الدقيق دوت أنا بجيبه من عند العطار عادي يا جماعة، مش الأكياس. وببدأ أنزل عليه بربع معلقة من البيكنج باودر. انت ممكن تحطي عليه جوز الهند لو حابة، لكن أنا عندي الولاد ما بيحبوهوش. واركنه على جنب، وطاسة بقى على النار، وهنزل بنص كوباية من السكر. هنا السكر انا هكرمله. زي ما انتم شايفين الطاسة لازم تكون سخنة كده، وننزل بالسكر عليها على طول. طبعا مش هنقرب من السكر خالص لحد ما يكرمل كده من الجناب ويبدأ يسيح ويعمل معانا لون. مش هنيجي جنبه خالص ولا هنقلبه. زي ما انتم شايفين كده انا برج بس الطاسه شويه. واول ما بدا ياخد من الجناب لون معانا كده زي ما انتم شايفين، انا هبدا بقى اقلب فيه لحد ما السكر كله يدوب معانا. طبعا زي ما انتم شايفين كده هو بيدوب معانا على طول وبسهوله. المهم ان السكر كله يدوب، ما يبقاش فيه اي حبيبات سكر خالص. زي ما انتم شايفين خد اللون بقى الذهبي الجميل ده. هنزل عليه بكوبايه من اللبن الحليب، وهقلب. طبعا السكر هيمسك كده مع بعضه وهينشف معايا، مفيش مشكلة، هو هيتكتل. وبعد كده هوت لما اقلبه هيفك واديكوا زي ما انتم شايفين كده فك معايا ازاي. وهنا بقى انا نزلت بنص كوباية من السمن البلدي. طبعا انتوا عارفين ان الحلويات الشرقية دي بتحب السمنة البلدي، بتديها طعم كده ونكهة جميلة اوي. لو مفيش بقى سمنة بلدي اعملي بأي سمنة وخلاص. وهنا بقى هنزل عليهم بمعلقتين من العسل الكلوكوز او العسل النحل. لو عندك عسل نحل ماشي حطي معلقتين، مفيش حطي معلقتين من عسل الكلوكوز. مفيش ده ولا ده خلاص مفيش مشكلة. ما تشغليش بالك يعني ولا تأزمي الدنيا. كله هيتعمل وكله هيبقى جميل وحلو، وانت حاطه كمية سكر معقولة برضو. فمش هنوقف الدنيا يعني على معلقتين عسل ولا اي حاجة. وبتبقى طالعة برضو جميلة وحلوة، بس انا كان عندي فحطيت منه. وهنقلب بقى كويس كده لحد ما يغلي معانا ويدونا اللون اللي انتوا شايفينه ده. اللون ده بقى هو اللي هيودي البسبوسة بتاعتنا يا جماعة في حتة تانية خالص. وادي كده الدقيق معانا جاهز، وهنزل عليه بقى بالايه، بالسوائل اللي احنا عملناها على النار زي ما انتوا شايفين كده. وهبدأ بقى ايه اقلب. انا مش هعجن البسبوسة يا جماعة، البسبوسة ما بتتعجنش، هي مجرد بس ما بتتشرب من السوائل اللي انا حطيتها والدقيق يختفي معايا خالص بوقف تقليب فيها. انتي ما بتعجنيش البسبوسة، لو اتعجنت هتنشف معاكي. انتي ممكن تقولي انا ماشية على الطريقة بالظبط وماشية بكل التفاصيل والمقادير ونشفت مني، عشان انتي ممكن بتزودي التقليب شوية. البسبوسة ما بتتعجنش ولا بتتقلب كتير، مجرد بس ما دي يشرب السوائل خلاص كده هي اتقلبت معانا، ما نزودش تقليب. وزي ما انتوا شايفين كده عجينة البسبوسة بقت جاهزة معانا. جبت بقى الصينية بتاعتي، الصينية ديت مقاس 30. انا دهنتها برضو كده بسمن بلدي. وهنزل بقى بعجينة البسبوسة بتاعتنا
زي ما انتوا شايفين ده القوام بتاعها، لا بتبقى انشف من كده ولا بتبقى اخف من كده. ده القوام المظبوط بتاعها، ودي المقادير اللي لو مشيتي عليها فعلا هتطلع معاكي بسبوسة ناجحة وجميلة ومحدش هيصدق ان انت عاملاها في البيت. وهنفردها بقى ونسويها كده كويس في الصينية. بصوا بتتفرد معايا بسهولة ازاي، القوام بتاعها مظبوط وبتتفرد معايا على طول. كده بقى نسوي السطح بتاعها، واوعي تخلي فيه جنب اعلى من جنب، لازم يتسوى كله وكل الجناب تبقى مقاس واحد، مفيش جنب يبقى اعلى من جنب. دي الفكرة ان احنا بنسوي السطح بس. وكده سويته بقى وظبطته كده بقت تمام. هنزل عليها بقى بأنصاف كده من البندق. ده كان عندي، عندك بندق حطي، عندك سوداني، ما عندكيش لا ده ولا ده خلاص سيبيها سادة. انا كان عندي بندق فعملته انصاف كده، وقلت ايه ازين بيه السطح بتاع البسبوسه. وادي جهزت معايا ايه هدخلها على الفرن. فرن طبعا على 180. وهبدأ بقى اعمل الايه الشربات بتاع البسبوسه. نزلت بكوبايتين من السكر، وهنزل عليهم بكوبايتين من الميه، وعلى البوتاجاز بقى واسيبهم لما ايه يغلوا زي ما انتم شايفين كده. هنزل عليهم بقى بعصرة ليمونة. طبعا احنا مش بنسيب الشربات بتاع البسبوسة لما يتقل كده معانا، لا احنا مجرد ما بياخد الغلوة دي كده ونعصر عليه الليمونة بنقفل عليه. شربات البسبوسة ما بيستناش على النار يا جماعة، ما بيستناش على النار، يا دوب غلوة بس كده ونطفي عليه على طول. فانا دايما بعمله اول ما البسبوسة تبدأ تاخد لون، بروح حطها على النار على طول، علشان ايه عقبال ما تاخد لون واطلعها يكون الشربات غلي معايا. وهنزل بقى على البسبوسة. طبعا انتوا شايفين بقى لونها وجمالها كده بعد ما طلعت من الفرن. وهنزل بقى عليها بالشربات بتاعي. طبعا انت عشان تتأكدي البسبوسة ناجحة معاكي ولا مش ناجحة، بتعرفي من اللحظة ديت. اول ما تحطي العسل على البسبوسة تلاقيها شربت الشربات بتاعها كله زي ما انتوا شايفين كده. كده تعرفي ان البسبوسة بتاعتك تمام وناجحة وزي الفل. اما لا قدر الله يعني لو البسبوسة مش ناجحة معاكي عمرها ما هتشرب الشربات بتاعها ده. وزي ما انتوا شايفين كده انا كل ما احط الشربات البسبوسة بتشربها كده بقى. يعني انا اتأكدت البسبوسة بتاعتي ناجحة 100%، 150% كمان. طبعا انا بحط كمية الشربات والبسبوسة بتشربها. وزي ما انتوا شايفين كده انا حطيت لها بقى الايه الكميه بتاعتها اللي يا دوب يعني مش هتاخد اكتر من كده. دي بقى اهم تركه في صنع البسبوسه، ان انت تغطيها وتسيبيها تقريبا نص ساعه. ما تفتحيش عليها ولا تشيلي الغطا من عليها، وهي سخنه كده تغطيها وتسيبيها. طبعا البخار بتاعها هيدخل جواها هيطري معانا البسبوسه على طول. طبعا دي تركة مهمة جدا، انك اول ما تسقي البسبوسة بالشربات بتاعها تروحي مغطياها على طول وهي سخنة. وهنا بقى زي ما انتم شايفين كده انا هقطعها معاكم، نشوف بقى جمال الوصفة بتاعتنا. والبسبوسة معانا مظبوطة ولا مش مظبوطة، وناجحة ولا مش ناجحة. اهي هنقطع منها دلوقتي وهتشوفوا بقى معايا حاجة كده. بسم الله ما شاء الله، اللهم احسن ما بين ايدينا، والف هنا وشفا للي هياكل. وبجد بجد بجد لو اتبعتوا الخطوات ديت ومشيتوا زي ما انا بقول لكم كده وعملتوا بالتفاصيل اللي انا قلت عليها، والله هتطلع معاكم انجح بسبوسة ممكن تعملوها. بسبوسة مكرملة زي بتاعة المحلات بالظبط. وزي ما انتم شايفين اللون والترميلة. وطبعا بسبوسة ناعمة ودايبة معانا دوب. الخرطة طبعا زي ما انتم شايفين كده بخرطتها، بس انا برضو ايه
يعني هدوبها كده وهقطعها معاكم عشان تشوفوا قد ايه البسبوسه دايبه معانا. بصوا البسبوسه يا جماعه، حاجه بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، اللهم احسن ما بين ايدينا. حاجه جميله 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 والله، جربوها هتعجبكم جدا، واحلى من بتاعه المحلات. كفايه انها حاجه نظيفه انت عاملاها بايديكي، وحاجة كده تتباهي بيها قدام ولادك وجوزك، واي حد يجيلك تقدمي منها. محدش هيصدق ابدا ان انت بالشطارة والجمال ده كله وعاملاه في البيت وما اشتريتهوش من بره. وشايفين بقى المنظر والجمال معاكم، حاجة بسم الله ما شاء الله. جربوها يا جماعة وقولوا لي في الكومنتات ايه رأيكم. ولو الوصفة بتاعتي عجبتكم يا ريت لايك وشير، واللي ما اشتركش في قناتي يشرفني طبعا اشتراكه، وتشجعوني بقى كده يا جماعة كده باشتراككم في القناة. عايزين القناة كده تكبر معانا وبيكم، وان شاء الله بإذن الله اشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. ومنتظرة برضو رأيكم في الوصفة بتاعتي ديت، وتقولولي عملتوها ولا ما عملتوهاش، واللي عملها طلعت النتيجة ايه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.